الحمد لله بشكر ربنا وبشكر اللي معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه. يمكن انا لو مش هقدر اوصف الفرحه اللي انا فيها دلوقتي. الحمد لله ده كان حلم من احلامي الحمد لله واتحقق. ان شاء الله ما تكونش اول بطوله ليا مع النادي الاهلي افريقيا، وان شاء الله بوعد الجمهور ان شاء الله لسه بنزيد ان شاء الله باذن الله. والحمد لله على البطوله. انا ان شاء الله بص بدل طول ما انا بلعب في النادي الاهلي ما فيش شعور، يعني ما فيش حاجه اوصل لها. على طول النادي الاهلي بيلعب على بطولات، على طول النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فانا طول ما انا في النادي الاهلي عارف ان انا كل شهر كل اسبوعين هتلاقيني معانا بطولتين. الحمد لله انا لازم النهارده الحمد لله لسه النادي الاهلي اللي معانا والحمد لله. بصراحه انا مهما اتكلم على اللعيبه ومهما اتكلم يعني مش هقدر اديهم حقهم. بصراحه تعبوا بالذات في البطوله دي، يعني ان شاء الله عليهم ربنا يحميهم يا رب ويبعد عنهم الاصابات وربنا يكرمهم ان شاء الله في الفتره الجايه وكلنا مع بعض باذن الله. ان شاء الله كاس عالم الانديه باذن الله نحقق مركز كويس باذن الله. هناخدها يعني في سنه السنين ان شاء الله هننافس في المركز الاول. يعني الواحد لما شاف الجمهور العظيم ده من اول دقيقه مدين لك باور طاقه في الملعب، مش لاقي انا بس الفرقه كلها. ودي شفت النهارده ما شاء الله مفيش حد ابخل منهم تعرف بصراحه، كلهم لعيبه رجاله ويستحقوها بصراحه.